حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا النهارده بنصبع الكفته زي كفته ايه؟ الحاتي. بصي، مقوار عندك، ظهر معلقه، ظهر شوكه، تفردي بقى عليها كلها عشان تبقى كلها مقاس واحد كده. تمام. بتحطي ايه بقى على اللحمه المفرومه؟ بتحطي معلقه حبه فلفل اسود صغيرين، حبه كمون قليلين قوي، كزبره، الملح، خلطه كفته، معلقه بيكنج باودر. تمام. حبة نشا صغيرين، معلقة صغيرة. ماشي. وبعدين بتجيبي بصلاية مع فلفل رومي تضربيها في الخلاط مش في الكبة. وبعدين بعد ما تضربيها كويس هتصفيها. تمام. وبعدين تضيفي البصل، مش بالمية، البصل اللي انتي صفيتيه ده تحطيه بقى، تحطيه على الكفتة بتاعتك. حبة تركنيها شوية، حبة مستعجلة اعمليها مفيش مشكلة. انا بحطها بصراحة في التلاجة شوية تتماسك اكتر. انا بحب اعمل اكل على نار واطية جدا جدا. ليه؟ مش بحب بقى الاستعجال، ولا احرقها، ولا ازود مية، ولا احط مش عارف ايه سمنة ولا الكلام ده. الكفتة ما بحطلهاش ولا سمنة ولا زيت. تلات ارباع الاكل بتاعي كده على فكرة. بحط لها ايه بقى؟ بوطي عليها النار جدا وبغطيها نص ساعة بالظبط. وبعدين في ناس بتحب الكفتة غامقة ممكن تحطها في الشواية بعد كده. لا، انا بعملها على البوتاجاز فوق وبغطيها. وبحب الكفتة بتاعتي فاتحة زي بتاعت الحيتي، مش غامقة زي الكبابجي. الكبابجي مش بيبقى مغمقها، مش تبقى محروقة يعني. بس. وصلوا على النبي وقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودي طريقة الكفتة، واحلى كفتة. والف هنا. تعملي جنبيها بقى شوية رز ابيض، شوية مكرونة،